السلام عليكم. هنقول كلمتين كده بسرعة كده عن مباراة الزمالك اللي لسه خلصانة، ماتش الزمالك وبيراميدز. كلمتين كده في السريع عن الماتش اللي انتهى بفوز الزمالك 1-0 من شوية، بقدم مصطفى شلبي. تمام. انا بس عايز اقول كده كلمتين كده على السريع. عايز اقول فيهم ايه بقى؟ ان الزمالك معاه سكواد، لعب بقى صفقات جديدة، صفقات ما كانوش معروفين، ما كانوش اللي هم اللي كانوا بيصنعوا يعني كان اسامي تقيله، يعني كان مصطفى شلبي، السيسي، الزناري، اللاعب الافريقي اللي محدش يعرفه. يعني بمعنى ان محدش يعرفه، يعني ان هو ما كانش مسمع داخل القاره يعني. اللهم بس كان يعني اعتقد الصفقه اللي كان ليها اسم، وهو كان طبعا عمر جابر عشان نعرفه وبس. يعني كلنا عارفين ان عمر جابر مش اللاعب اللي هو برضو الواو قوي، يعني الجامد قوي، ولكن ده كان من الصفقات اللي احنا عارفينها، يعني اللي احنا نعرفها. وطبعا معاهم طبعا الصفقة الأهم هو كان دونجا، ودونجا مصاب، جه مصاب. فبالتالي انت تسمع اسامي اللعيبه دي تقول لا، هو الزمالك مشى جيل، مشى لعيبه رهيبه قوي زي السيسي، زي مشى لعيبه كويسه جدا زي الساسي، زي طارق حامد، مصطفى محمد، بن شرقي. لا، لعيبه تشيل فرقه. فبالتالي انت بدلتهم بدول، زائد اللي انت بدلتهم بدول طلعت معاهم كام لاعب مثلا زي ابن فاروق جعفر، ابن اسامه نبيه، الولد نيمار اللي على اليمين. فانت بتتفرج على فرق الجيلين دولت اكيد على المغمض. لا، انت الزمالك واخد منحدر، مش طالع. لكن انا من وجهة نظري اللي انا شفتها في وجود فريرة، ركز بقى في دي، لان اللي انا هقوله بعد دي مش هيبقى ليها اي 30 لازمة لو فريرة هو مش موجود. يعني اي مدرب تاني غير فريرة كل اللي انا اقوله بعد كده ده ما كانش هينفع يحصل. تمام. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى انت طالما عملت مرحله هانجوفر والفريق اتغربل بتاع لعيبه الزمالك، واللعيبه راحت وجي بدلها لعيبه صغيره ومع لعيبه مش معروفه، دي حقبه صعبه جدا لاي فريق وتوقع اي فريق. خصوصا ان اللعيبه اللي مشيت هي مش مرحله كانوا لعيبه عبء على النادي، لا دول كانوا لعيبه سوبرات، كان كل لاعب هيدي 3 4 سنين كمان. مش لعيبه كبرت في السن قوي وانت خدت منها كل يعني انت خدت منها كل حاجه كان ممكن يطلعوها. لا، ده كان لسه عندهم كتير ومشيوا. فبالتالي لازم يبقى في غمامه سودة كده على جمهور نادي الزمالك مع مع تغيير الجيلين دوت. طبعا انا طولت في الشرح في الاول، بس انا عشان بس اقول ايه، اقول ان الزمالك ده يعني على قد ما الدنيا جايه عليه قوي على قد ما ربنا بيحبه. ربنا اداله ماشي لعيبه سوبرات، بس بدلهم بحاجه ايه هي بقى؟ مدرب عظيم جدا جدا جدا، مخضرم جدا جدا جدا. طلع لعيبه ناشئين. ابن اسامه نبيه انا بتفرج عليه ماتش من التاني بيثبت لي انه لاعب سوبر، لاعب يعني جاب هدف كويس، بيدخل في الماتش في التاني في التالت بيثبت اوراقه ويثبت رجله في الملعب. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ان هو النهارده بياخد الكرة ما بيخافش، بيزق الكرة لقدام، بينقل الهجمة وبيخش على المرمى. لا، انت كده ده ما يتقالش عليه لاعب صغير، ده يتقال عليه لاعب كبير. دي حاجة. الحاجة التانية اللاعب الافريقي محدش يعرفه، النهارده لما نزل في الشوط التاني بيقف على كورته ثابت، بيرفع وشه، ما بيلعبش مهاجم اللي هو بيقول لك مهاجم ما بيعرفش يلعب برجله. لا، ده مهاجم بيعرف يلعب برجله، مهاجم بيعرف يجري بالكوره. الدريبل دوت مش اي مهاجم بيعرف يعمله. سامسون النهارده عمل كام كوره كنترول، تحكم في الكوره، تقول عليه ان هو لعيب كبير جدا جدا جدا. مع الماتشات ومع تطوره هيبقى حاجه تانية. الزناري يعني كويس، ماشي بشكل معقول، لكن طبعا انا متأكد ان هو مش يعني لما الونش هيجي مش هيلعب يعني ايه. الونش اول ما هيرجع هيلعب مكان الزناري. وطبعا حسام عبد المجيد الله اكبر عليه، لاعب رهيب جدا جدا جدا. المهم
كل الصفقات دي يعني هي مبشرة. خلاص تمام. النقطة بتاعت المدرب فيريرا النهاردة عمل ايه؟ وقف اللعيبة كدفاعيا صح. خلاص. أمن المباراة بالهدف الأولاني. عمل ايه بقى بعدها؟ أنا ممكن ألوم فيها جوزوالدو فريرا بإنه طلع يعني ايه دافع بدري قوي عن المباراة. يعني دافعت في وقت يعني كان المفروض ايه تستنى شوية وبعد كده ابقى دافع. هو دافع بدري 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 بدري، ده بدري جدا كمان، ولكن دفاعه كان صح بدليل انه خرج من المباراة كلين شيت. خرج من المباراة كلين شيت. هو قال لك انا هدافع، وقال لك انا هلعب اللعب الواقعي المضمون. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان الزمالك كان واقف على رجليه، كان بينقل الهجمات صح، ولكن كان يعني المشكلة كانت في الزمالك في الترانزيشن. التحول من الدفاع للهجوم كان بطيء شوية، بطيء شويتين. طبعا مصطفى شلبي سرق الهدف الأول. الزمالك ركب الماتش في الأول، بعد كده بدأ يتراجع بدري بدري. هو بدأ يتراجع لحد ما خلاص الزمالك بقى يدافع ويلعب على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة الولد ال 2003 المهاجم. وطبعا الجانبين طبعا كان مصطفى شلبي وكان احمد سيد زيزو. لما شلبي طلع ونزل ابن اسامه نبيه سرعات، وسامسون نزل مكان المهاجم الصغير بتاع الزمالك، كان مش متذكر اسمه انا اسف يعني. السرعات لعب على دي. عمل ايه بقى؟ هو كان عارف ان جونياس دوت بيلعب فيه على خلق المساحة. اعرفوها كده، اي فريق بيلعب كورة على الارض اعرف ان هو بيخلق مساحة. انا هلعب كورة على الارض وبيلد اب وما بلعبش الكور العالية ولا بلعب على السكند بول، اعرف ان انا هفتح مساحة، وان انا هفتح المساحة دي او هخلق المساحة دي، ده معناه ان انا لعبتي هتفضل بتتحرك باستمرار، ما بتقفش. ليه بقى؟ لان انا لما لاعب يتحرك من هنا لهنا بيسحب معاه مدافع، بيسحب معاه لاعب فبيخلق مساحه هنا بيستغلها لاعب تاني بيتحرك من مكانه للمكان ده فبيشكل خطوره. وكان وليد الكارتي عملها في اكتر من مره، يعني شفناه على الطرف كتير وهو كان لاعب نص ملعب. فده بالتالي هي دي لعبتهم، هو اخلق المساحه واخطف كرة عرضية وجيب منها جول. وسبحان الله فعلا يعني زي ما انا بقول كده العرضيات كانت هي اللي مشكلة خطورة، وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام. فبس ارجع بس اخلص بس حتة جونياس دي. فجونياس بيخلق المساحة، خلق المساحة علشان كان لعيبة الزمالك بتدافع سايبة الكورة للاعيبة بيراميدز. فبالتالي كان كانت عاملة مشكلة بس لحد ما في يعني هددت الزمالك في اكتر من مره وخلقوا المساحه اكتر من مره لان لعيبه البيراميدز اتحررت كتير. طيب حته العرضيات ليه بقى؟ انت دلوقتي كام تلعب 3-5-2 في الحاله الدفاعيه بتبقى ب 5-3-2. حاله دفاعيه 5-3-2، 5 مدافعين زائد انه كومباكت يعني الخطوط متقاربه مع بعض، يعني الخمسه متقارب مع الثلاثه، يعني ما بينهم 5 ياردة مثلا، والثلاثه متقارب منهم المهاجمين برضو 3 ياردة. حتى هتلاحظوا ان في الشوط الثاني كان سامسون في نص ملعب الزمالك، سامسون اللي هو المهاجم في نص ملعب الزمالك وكان بيدافع. فبالتالي ده كان كومباكت. لعيبه بيراميدز زنقت لعيبه الزمالك في الحته دي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان لعيبه الزمالك زحمه جدا في العمق. ايه اللي حصل بقى؟ خلاص قال لك بيراميدز تهاجم الزمالك من العرضيات، كذا عرضيه وكذا هجوم من على الاطراف، خلت ان الزمالك يفتح خط الدفاع فبتتوجد المساحات. يعني انا دلوقتي مثلا لما رمضان صبحي واخد على الخط، فاتح قوي على الخط، بالتالي الخمسه دول اللي لازقين جنب بعض دوت هيجري على رمضان صبحي فساب مساحه هنا، فده جري فساب مساحه هنا، فده جري ساب مساحه هنا. فالمساحات دي اتوجدت، اتلعب عليها بقى كتير. غير انه عمل كذا عرضيه طبعا، سواء حمدي الباك ليفت والباك رايت وبتاع بيراميدز استغلوا دي طبعا مع اطوال علي جبر والكارتي واللعيبه الطويله اللي بتاعت بيراميدز، هددوا مرمى عواد، ولكن طبعا
فعلا مان اوف ذا ماتش هو محمد عواد. كان راجل كان على قدر المسؤولية وكل الاختبارات اللي كان فيها نجح فيها. انا بقول كلام متداخل في بعض، انا اسف. بس انا بتكلم كلمتين صراع كده اهوت، علشان انا مش من النوع اللي بيحضر وبيذاكر. انا بقول بس اللي انا بفتكره، لكن التحليل المليون في المية اللي هيبقى بحذافيره يعني، ده كان المفروض ايه اجيب البورد معايا. بس انا قلت انجز كده اقول كلمتين في السريع، وانا اسف ان انا طولت عليكم. ولو في حد في اي حاجة حب يكتبها لي في تعليقات، وانا هبقى ارد عليه ان شاء الله.